اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل شيش طاووق باسهل طريقه. انا معايا كيلو من الصدور متقطع مكعبات، نقعاه في محلول الملح وليمون. هبدا بقى بالتتبيله. معايا زبديه، معايا توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، ملح. معايا معلقه خل بتساعد على السوا. معايا معلقه كبيره زيت، ومعايا كيسين بهارات الضحى. لو انت هتعملي نص كيلو استخدمي بس كيس واحد، هتعملي كيلو استخدمي كيسين. ادمجي بقى كل المكونات اللي احنا نزلنا بيها دي، والتتبيله دي عشان تبقى حلوه وتبقى ليها طعم كويس انا عملتها وبيتها في التلاجة من بالليل. اقل حاجه تعمليها 5 ساعات. ظبطي بقى الملح بتاعك، نزلي بقى الشيش طاووق كله كده وخليه ياخد من الصوص بتاعه. اركنيها بقى في التلاجة. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير. انا هنا معايا بصل متقطع مكعبات، فلفل الوان، فلفل اخضر، اللي متاح عندك استخدميه. معايا عصايه الشيش طاووق. هبدا ادخل قطعه بصل، قطعه فلفل، قطعه فراخ. هفضل كده لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا. خلص بقى كل الكميه اللي معايا وانتي شغاله برضو شغلي الفرن على درجه حراره 180. طعمها لذيذه جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبرضو احنا كل يوم بنحتار في الفطار تغيير. انا كده خلصت كل الكميه اللي معايا ومشغله الفرن. هبدا بقى اجيب صينيه مقاس العصايه بتاعت الشيش طاووق ورصيها. هتدخليها الفرن، هتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع. اول ما تلاقي لون اللحمه احمرت ولون الخضار كده خد لون الشوي، ابداي بقى طلعيها. ممكن تقدميها مع رز بسمتي زي ما انت شايفه كده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم.